طبعا هاني رمزي في البودكاست اللي طلع فيه قال كوارث. ومن المؤكد ان اللجان هتشتغل عليه، وزي حسام غالي كده لما تحول من رئيس الاهلي القادم اللي باع الاهلي واللي مش عارف ايه والايه وبتاع المشاكل واللي واي حد لو لاحظته الفتره الاخيره بيخرج من الاهلي بيحكي على مصايب جوه. فاكيد الناس دي كلها مش غلط يعني، ولكن لفت نظري حاجه واحده قالها في النص كده، وقال كوارث كتير قوي يعني. ولكن اكتر حاجه كانت غريبه بالنسبه لي ومعلومه مغلوطه والناس خلاص اعتاد عليها حتى يعني الزملكاويه، ان الاهلي اشترى عمر الساعي عشان يساعد الاسماعيلي مع انه مش محتاجه. انا عايز افهم حاجه، هو من امتى الاهلي بيشجع يعني بيحب الاسماعيلي؟ ومن امتى الاهلي عايز يساعد الاسماعيلي كاداره ولا كده؟ ده بص الاسماعيلي عامل ازاي دلوقتي، وجماهير الاهلي مبهدلاه، كل خساره ينزلوا تريقه وكل مش عارف ايه، ولما يكسبوهم ويعني الاسماعيلي ميت يعني، بس كل ما يكسبوهم المانجا باظت ومش عارف ايه واتفرج كده الاسماعيلي نزل السنه دي خلاص، دي حاجه كلنا متاكدين منها. اتفرج لما ينزل السنه دي الاحتفالات والهيصه اللي هتحصل من الاهلاويه، وعادي هو ده طبيعتهم يعني. فمن امتى الاهلي بيحب الاسماعيلي يعني؟ فهو طب الاهلي اشترى عمر الساعي ليه؟ هو مش محتاجه ب 50 مليون عشان الزمالك كان بيكلمه. اللي كان متابع الانتقالات الفتره دي كان عارف ان الزمالك متكلم على عمر الساعي من قبلها، وكان عارض 30. جه الاهلي دخل حط 50 واشترى وخلص، والاسماعيلي باع للاكتر. الاسماعيلي كان عايز يفك القيد، فكان عنده احسن اتنين لعيبه اللي كانوا شايلينهم السنه اللي قبليها، السنه اللي هي بتاعت ايهاب جلال الله يرحمه، اللي قعدوه في الدوري هو عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي. عبد الرحمن مجدي باعوه ب 50 لبيراميدز، وعمر الساعي كان الزمالك عايزه ب 30، ده كان اخره. الاهلي حط 50 وخده، حطه على الدكه 6 شهور، وعكس رغم الكولر، كان كولر ساعتها اللي ماسك. فعكس رغم الكولر يعني، حتى الراجل ما كانش بيدخله للقايمه، وكان متجاهله تماما، الواد تخن، وده كان لعيب كويس جدا في الاسماعيلي لحد ما طلعه اعاره المصري. ايه بقى موضوع سعد الاسماعيلي؟ هو سعد الاسماعيلي كان سابه لحد ما بقى عامل كده؟ هو اصلا لو حد كان مهتم الامر الاسماعيلي كانوا سابوه لحد ما بقى عامل كده؟ فما يضحكش عليك يعني. زي ما بيقول لك الاهلي في القرعه في السنه اللي فاتت موضوع الغاء الدوري، وقف مع الاسماعيلي عشان هم كانوا عاملين عدم الغاء الدوري، عدم الهبوط يعني، عشان الاسماعيلي هم كانوا عاملينه عشان فيوتشر. ويقول لك كده، غير يقول لك غير كده كداب، لان هم ساعه ما اقترحوا موضوع الغاء الهبوط كان فيوتشر الاخير مش الاسماعيلي. عقبال بقى ما ناقشوا خدوا القرار، كان تلعب ماتشين ثلاثه فالاسماعيلي نزل تحت في فيوتشر اللي هو مودرن. لكن هم كانوا عاملينه عشان مودرن، عشان احمد دياب النادي بتاعه ما ينزلش، هو رئيس الرابطه. والاهلي وافق عشان عيون احمد دياب، وعشان كده كان الدوري ده بايظ، السنه دي بايظه، عشان يمشوا له موضوع 3 بونت خلاص هوافق ان الهبوط يتلغي. هي دي الموضوع. اوعى تفتكر ان الاهلي بيحب الاسماعيلي يعني، كلها مصالح في مصالح.